السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود أحمد. سلسلة الدروس الخاصة بنا بلغة برمجة بايثون 3. ده الجزء الخاص بالجي او اي باستخدام مكتبة باي كيو تي. الدرس اللي فات كنا بنتكلم عن layout مانجمنت وشفنا ازاي نعمل سيمبل فورم دي باستخدام الجريد. تعالى النهاردة هنتكلم عن التابس وهنشوف برضو بيها layout مانجمنت. هنشيل الكود ده. عايزين نعمل التاب اللي هي زي ايه؟ بص كده على الباد شارم هتلاقي هنا حاجة ودي تاب تانية، تضغط عليها تفتح لك برضو تاب تانية. ده اللي انا اقصده اللي هي التابس. عشان تعمل تابس اول حاجة هتشيل الكيو ويدجت دي. تمام، تعالى نسميها تابس هيساوي كيو تاب، وخد بالك تاب ويدجت مش تيبل ويدجت عشان ما يطلعلكش مشاكل بعد كده. تمام، يبقى اول حاجة عملت ايه؟ شلت الكيو ويدجت بتاعتي وبدلتها بكيو تاب ويدجت. تعالى عاوزين نكريت 2 تاب زي دي، واحدة اسمها ويندو وواحدة اسمها تيست مثلا. هنعمل اول حاجة تاب واحد هيساوي التاب عبارة عن ايه؟ عبارة عن كيو ويدجت ويندو فاضي، تبقى انت هنا كيو ويدجت بس. هنيجي نعمل تاب اتنين. تاب اتنين هتبقى عبارة برضه عن كيو ويدجت فاضي. تمام، يبقى انا اول حاجة شلت الكيو ويدجت وعملت مكانها كيو تاب ويدجت، وجيت كريت تاب اللي هي عبارة عن كيو ويدجت وكريت تاب تانية كيو ويدجت. عاوزين نضيف تعالى نشيل دي لان دي تبع الويندو القديمة. عاوزين نضيف التابس دي عندنا، فاقول تابس دوت اد تاب. هتقيد التاب مثلا، هتعمل اد للتاب الاولانيه اللي هي تاب مثلا واحد. طب هتسميها ايه بقى؟ الاسم اللي هو هنا هنسميها مثلا ويندو. تمام، تعالى نقول تابس دوت اد تاب اتنين. استنى، اتنين، وهنسميها تيست. بس خد بالك ده بين سنجل كوت او دبل كوت. ما تنساش انك تعمل التابس دوت شو اللي هي اللوب بتاع البرنامج بتاعك. تمام، تعالى كده نعمل رun. ظهر عندنا التابس دي اللي انا اقصدها. لو لاحظت هتلاقي هنا الويندو والتست، الويندو والتست. طيب انا دلوقتي عملت تابس، انا بقى عاوز اضيف حاجه في التابس اللي عندي دي. هاجي دلوقتي تعالى نستخدم الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الدرس اللي فات ونستخدم لاي اوت مانجمنت. تمام، تعالى دلوقتي ناجي هنا مثلا ده فوق. تعالى هنا، تعالى نكريت في بوكس كيو بوكس لاي اوت. تمام، البوكس لاي اوت ده هيبقى على التابس، هياخد الويدجت بتاعته اللي هي التابس عشان يظهر عليه. تمام، انا عاوز اكريت بutton واحد مثلا، هيبقى كيو بوش بutton. طب ماشي، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه مثلا ستارت. تعالى نعمل كمان button اتنين، هيبقى كيو بوش button، وهياخد برضو مثلا end. تمام، ما دلوقتي ايه؟ كريت بوكس لي اوت فيرتيكال بوكس لي اوت وعملت 2 بوش بutton. تعال نضيف الاتنين البوش بutton دول على البوكس لي اوت. هتبقى في بوكس زي ما شفنا في الدرس اللي فات دوت اد ويدجت، وبياخد طبعا البطن واحد، والفي بوكس دوت اد ويدجت وبياخد البطن اتنين. تمام، يبقى انا كريت فيرتيكال بوكس لي اوت، عملت 2 بطن واحد عملت 2 بطن واحد وبطن اتنين، وعطيت لهم الاسم بتاعهم ستارت واند، وجيت ضفت الاتنين البطن اللي عندي للكيو ويدجت للبوكس لي اوت بتاعتي. تمام، تعال نقول تاب واحد دي دوت set layout، حط اللاyout بتاع الفي بوكس. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت vertical box layout وضفت فيه 2 بطن، وجيت الفيرتيكال بوكس layout ده وضفته حطيته layout لمين؟ للتاب الاولانيه. تعالى كده نعمل run. شايف اول ما فتحت التاب الاولانيه لقيت ان الاتنين البطن اللي انا ضفتهم الستارت والاند. تمام، احنا دلوقتي ضفنا
زي ما احنا شايفين 2 تابس، وفي التاب الاولانيه 2 بطن. ما تيجي نشوف التاب التانية نكريت فيها مثلا بطن ونضيفه ليها. هنعمل ايه؟ تعالى نرجع ده كده، ننزل الكود تحت. تمام. هاجي انا هنا هكريت فيرشن في بوكس 2 هيساوي ايه؟ هيساوي كيو فيرتيكال بوكس لاي اوت، بياخد برضو الويدج بتاعته اللي هي التابس. تمام. هعمل بطن اسميه مثلا بي تي ان هيساوي كيو بوش بطن، والتكست بتاعه مثلا settings، هي اي حاجه نجرب عليها يعني. وبعد كده هقول الفي بوكس 2 دوت اد ويدجت اللي هي البي تي ان. تمام. هاجي هنا بقى في التاب 2 دوت سيت لاي اوت، احط اللاي اوت بتاع اللي هو ايه؟ الفي بوكس 2. يبقى انا عملت ايه؟ عملت فيرتيكال بوكس لاي اوت، وبعد كده عملت بطن بوش بطن، وضفت البطن ده على الفيرتيكال بوكس لاي اوت، وجيت جبت التابة التانية حطيت اللاي اوت بتاعها بايه؟ بالفي بوكس 2 اللي هي الفيرتيكال بوكس لاي اوت. اعمل ران، لو رحت على التيست هتلاقي البطن بتاعك اللي هو سيتنجز. وهكذا انت تقدر تضيف اي ويدجت انت عاوزها في اي تاب من الاتنين بنفس الطريقة. تعال نراجع اللي احنا عملناه النهارده بسرعة علشان كل حاجة تقدر. اول حاجة عملتها ان استبدلت كيو ويدجت بكيو تاب ويدجت عشان اقول له ان انا هعمل تابس. وبعد كده عملت تابة اولانية وتابة تانية، ولو انت عاوز تعمل تاب تالتة هتستخدم التاب 3 مثلا، هتبقى عبارة عن كيو ويدجت زي التابات التانية. وهتيجي هنا هتقول له tabs دوت اد تاب، وهتسمي مثلا تاب 3، والاسم بتاعها مثلا هيكون باي كيو تي. لو انت عملت ران هتلاقي التاب التالتة اتضافت هي باي كيو تي. تمام. جيت بعد كده عملت فيرتيكال بوكس لاي اوت، وعملت 2 بطن، وجيت جبت الاتنين بطل دول ضفتهم في الفيرتيكال بوكس لاي اوت، وقلت ان التابة الاولانية هيبقى اللاير بتاعها هو الفيرتيكال بوكس لاي اوت. تمام. بعد كده عملت فيرتيكال بوكس لاي اوت تاني، ولاحظ ان الفيرتيكال بوكس لاي اوت بياخد منك التابس اللي هي الويدجت بتاعتك. عملت بطن وضفت البطن ده في الفيرتيكال بوكس لاي اوت التانية، وجبت التاب التانية حطيت لها اللاير بتاعتها اللي هي الفيرتيكال بوكس لاي اوت التانية. ما تنساش لما تيجي تعمل تابس انك تضيف التاب اللي انت عملتها للتابس الاصليه اللي هي كيو تاب ويدجت. تمام. وبعد كده بعمل التابس دوت شو. طبعا دي كانت النتيجه اللي هي التلاتة تابس بتوعك، وتقدر زي ما انا قلت تضيف اي ويدجت انت عاوزها براحتك. كده درس النهارده خلص، تزورونا ان شاء الله في الدروس الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.